بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إخواتي متابعين الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير. مبروك تاني وتالت ورابع للنادي الزمالك والجمهور العظيم. الزمالك قدم مباراة يستحق فيها المكسب بكل تأكيد. عجبني قوي بقى بعد نهاية المباراة وبنبارك لنادي الزمالك وحق احتفالات نادي الزمالك، كلام شيكابالا المحترم قد ايه هو قادر يلم الفرقه. لكن عجبني قوي مجلس اداره النادي الاهلي، وانه عنده هدوء حتى ساعه الهزيمه، وانه ما بياخدش قرارات انفعاليه، وانه ساب الامور اللي كان مستقر فيها عليها انها هتحصل. تمام، اللعيبه بعد نهايه المباراه النهارده كانوا بيعملوا عمره قبل ما يوصلوا. اللعيبه اتحركت وصلت ارض الوطن. محمد هاني عمل اشعه ان شاء الله عملها في السعوديه، لما هيرجع الدكتور بتاع النادي هيشوفه، وان شاء الله امور ما فيهاش رباط صليبي ولا حاجه، وان شاء الله اي جديد في اصابه محمد هاني هطمنكم. عجبني ان كولر تمام واخد اجازته، طلع يكمل اجازته، والتدريب يبدا يوم الخميس اللي جاي. بعد المباراه هم واخدين اجازه اللعيبه 5-6 ايام. خلال ال5-6 ايام ما يبقاش في قرارات انفعاليه. مجلس الاداره يقعد يعيد ترتيب اوراقه. مش عايز تبقى هي العاده اللي في النادي الاهلي ان كل مباراه هي تبقى مباراه السوبر ولازم يحصل الصدمه عشان نفوق. اتمنى ان الاهلي يكون فايق من غير ما تحصل الصدمه، لكن طبعا اذا حصلت الصدمه والفرقه فاقت احسن ما يحصل صدمه والفرقه يبقى عندها كبوه ما تقدرش. بس اكيد اللعيبه اللي منهم امام عاشور اللي متابع السوشيال ميديا ومهتم قوي بيها، وكلنا شفنا اللقطه وهو بيعلم وسام ابو علي ازاي يحتفل لما يحرز هدف، اكيد اللعيبه هتعيد حساباتها. لان اللعيبه اللي هتستخبى من الشاشات وهتستخبى من السوشيال ميديا، اللعيبه دي نفسها هي اللي هتلوم نفسها قبل ما حد يلومها. كل لعيب هيبقى فاهم. عجبني الجمهور الواعي اللي قال الاهلي هو اللي بيفرحنا واحنا جنبه على الحلوه والمره. عجبني الجمهور اللي ما جابش تراب ورماه على النادي وعلى الفريق. ما عجبنيش اللي بيقطع بس. اي بني ادم واي حد واي شخص بيأدي اي مهنه ممكن يخطأ. مش عايز هجوم على الكابتن محمود الخطيب ولا عايز هجوم على كولر. عايز ان الناس تنتقد اليوم ده. قلت لكم كولر اخطأ اليوم ده بدون تجريح. كولر اخطأ بدون تجريح. الشناوي تعبان محتاج انه يرتاح بدون تجريح. رامي ربيعه وياسر ابراهيم محتاجين. وكنا قلنا وانا قلت بالذات انه رامي ربيعه في ماتش العوده لجورماهيا الكيني محتاج انه يرتاح، وبدل ما هي زوجته واسرته كانوا موجودين في المدرجات انه يرتاح اليوم ده، وان يقعد يرتاح، وان لعيب تاني يخش ويشوف. اللعيبه برضو بشر محتاجه ان هي ترتاح. درس ليهم ودرس المجلس الاداره ودرس الكولر ان اي مباراه هتستهين بيها بالمنافس النتيجه هتبقى كده. هتستهين بالبلديه هتبقى كده. بتستهين بالزمالك هتبقى النتيجه كده. الاهلي مش هياخد قرارات انفعاليه، وزي ما كولر هيعيد حساباته وهيرجع يقدم لمجلس الاداره ولجنه التخطيط بيان على اللي حصل وهيتكلم معاهم. عجبني قوي النهارده والكلام كله اللي بيتقال ان تمام الخساره اللائحه بتقول خصم 100,000 جنيه يتم تطبيق اللائحه، لكن مش بس كده، ان كل لاعب تدرس حالته، واذا كان عنده اهمال او تاثير في شيء واثر يتم حسابه بمفرده، عشان مش كل الدنيا تخش. ما ينفعش نقول ان كل لعيبه الاهلي يبقى عليه خصم مضاعف. لا، لعيب زي محمد هاني تعرض لاصابه ما ينفعش يبقى عليه خصم. لعيب زي عمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعه زي ما الناس كلها بتشيد بيهم وبتسقف، لما يخلطوا ويعملوا حركه النوم يستحق العقاب يتعاقبوا.